ده واحتمال اخد اجازه فتره طويله لان الصحه تعبانه خالص. عايز اتكلم كلام في منتهى الاهميه للحكومه وللشعب ولنفسي. طيب، بدات تظهر اليومين دول زي الصحفي والاعلامي والبرلماني مصطفى بكري وهو صديق قديم وغيره وغيره. بدات اقرا على الفيس واسمع كلام بلاش الناس تستغل الاوضاع الموجوده والبلد في خطر وفي احتقان، والكل قاعد يحذر من الخروج وتكرار 25 يناير وبيلعب معاك على الذاكره على الفوضى والمشاكل اللي احنا شفناها، وعادي يشتغل على التخويف. طيب، اعلاميين برلمانيين سياسيين قاعدين يشتغلوا على بند التخويف. انا قبل كده قلت الوعي والتخويف، الوعي والخوف لا يجتمعان، والوعي جاي لان الوعي طبقي في الاساس والوعي الوطني هو الوعي الطبقي. يعني ايه؟ يعني النهارده انا كشاب مفيش مستقبل قدامي، مش عارف اشتغل، بشتغل بمليم، حياتي راحت مني، بتسرق مني، مش عارف اتجوز، لو جيت اسافر عايزين كذا 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 كذا، وشايف طبقه تانية ناهبه ظالمه فاسده عايشه رفاهيه اسطوريه. فانا الوعي بالفقر هنا هيعمل كارثه، والوعي جاي مهما خوفنا الوعي جاي. الخوف يؤجل الانفجار لكن لا يلغيه. التخويف والسيف، انا قلت السيف يرفع على الفساد ما يرفعش على الناس اللي بتقول يأجل لكن ما يعالجش اسباب الانفجار. الله، يعني انت النهارده كلكم جايين تحذرونا من اللي هيحصل. طب ما تحذروا الحكومه، ما الحكومه شايفه اللي بيحصل وشايفه الناس جابت اخرها، ما بتشتغلش على الاسباب اللي سببت الغضب عند الناس. الناس عندها غضب وخوف على البلد، مش خوف منكم. هيخاف منكم ازاي؟ انا شاب ضايع، مفيش مستقبل، مفيش حياه، مفيش امل، هتخوفني؟ طب هخاف على ايه؟ فعايزين نحذر يا جماعه، البلد وضعها خطير جدا جدا جدا. مش الغلا بس والفقر هو اللي خلى الناس تحس بالغضب، لكن هو الفساد وانتشار الفساد وسيطرة الفساد وانتصار الفاسد. احنا مهزومين امام جحافل المطورين العقاريين ورجال الاعمال والفاسدين، ورجال وفي رجال في السلطه فاسده بتساعد رجال بره، عملوا رجال تنهب البلد تكتمها. طيب، كل شعوب العالم متحركه للامام، لازم تفتح مجال للتطور للتغيير. طيب، انا قافل كل سبل التعبير والتغيير وعملت فراغ سياسي. اهو السياسه في مصر، عندك محافظه دمياط اهي سيطر على مجلس الشعب والشورى. مين فيهم عنده تاريخ سياسي؟ مين فيهم عنده الكاريزما؟ مين فيهم ناس معاها فلوس وبس. طيب، انت عملت فراغ سياسي. لا يمكن الفراغ السياسي في اي دوله في العالم يستمر. الفراغ السياسي بيملاه قوة تجيد العمل تحت الأرض والتسرب والانتشار والتنظيم السري عشان يفاجئك. وأنا شايف إن جماعات الإخوان والسلفيين تحديدا منظمين جدا وأقوياء جدا وبينتشروا جدا وبيسيطروا جدا، وهتحصل كارثة وقريب. أنا قاعد أحذر ومحدش يسمعني. الشعب مخنوق بين الفساد وبين الإخوان، بين المطرقة والسندان، بتطحنوا فينا. طيب هننفجر. طب الناس لو انفجرت، الناس خايفة من الإخوان وخايفة على البلد. طب لغاية امتى؟ ما انت بتسلبنا حياتي، مخليني عايش أزمة. الراجل في بيته مش عارف يعيش، الناس الشباب اللي بيجري ايه أخلاق اتدمرت، كل شيء بينهار. هو الأزمات تناقش، تتنقل بقى، من بدل ما تبقى غضب عند الشارع يبقى في احزاب بتمثل الشارع، شخصيات بتمثل الشارع، جمعيات بتمثل الشارع، اعلام بيمثل الشارع، يبدا يبقى في حوار، يبقى في امل، يبقى في تغيير. شوف اعلامك اهو، والله اعلامك ده يضيع امبراطوريه مش دوله. العمل السياسي في مصر بهذه الطريقه
ما تزعلوش مني، نتكلم بوضوح وبصراحة، أصل خلاص ما عادش وقت، سبق السيف العزل. أهو أحزاب أمنية بامتياز، برلمان ومجلس شورى مصنوعين أمنيا بامتياز، فضيعوا الهدف منهم. طيب في شعب كبير 120 130 مليون، واشك ان مصر 300 مليون، يتحرك لقدام بدون قيادات طبيعيه بتفرز كل يوم مع حركه الجماهير، مع احزاب حقيقيه وقيادات بتتغير وجمعيات مجتمع مدني والحركه والشارع والسياسه في الجامعه، مراكز الشباب في هنا تلاقي مجتمع حيوي. احنا مش مجتمع حيوي، احنا مجتمع 5% اوليجاركيا غبيه امتلكت المال ولم تمتلك ثقافة المال، فأبلتنا بالفساد والإفساد، واخدة 95% من الشعب في ورا المصنع، ورازة رازة رازة رازة. طب وبعدين لغاية إمتى؟ أنا بتكلم النهاردة كلام خدوه مني، أنا راجل كبير والله، ما أنا عايز أي حاجة غير مصلحة البلد، ولا عايز حد يشوفني، ولا عايز حد يعبرني، بس ياخد الكلام ويفكر فيه. أرجوكم يا جماعة، أنا عندي محافظة زي دمياط أهي، آلاف الصنايعية في الأساس ضايعين، طيب آلاف العمال ضايعين، آلاف الناس تكاتك ودليفري، والبلد واقفة. سيطر عليها كم واحد؟ أوطار عقارين ومسودين أخشاب ومعارض سيارات وفلوس ما نعرفش جاية منين شغالة وغسيل ويديله. طيب الدولة أين الدولة هنا بقى؟ ما هي الدولة بتعبر عني، تحل لي ازماتي. ما فيش مجتمع في العالم من غير ازمات، احنا عارفين ده كويس، وشعوب بيجي لها ازمه تستحمل وتتطور، لكن في عداله، في مساواه، في تكافؤ فرص. هل مصر فيها عداله ومساواه وتكافؤ فرص؟ حتى الامتحانات الثانويه العامه، القوى العامله اللي كانت بتدي مساواه وتكافؤ فرص اتدمرت. طب وبعدين؟ النهارده اصبح الغنى ارث والمنصب ارث طيب والفقر ارث. مفيش، يعني الحياه معموله على المنافسه وحريه المنافسه والمساواه والعداله وتكافؤ الفرص، عشان الشباب يحقق ذاته، ادوا له فرصه. هو مش عايز يبقى وزير، مش كل شاب عايز يبقى وزير ولا عايز يبقى رئيس جمهوريه ولا عايز يبقى رئيس وزراء، وعايز يعيش حياته كشاب، يحقق ذاته، ياخد حقه، ويخش في منافسه مع الاخر بحقه. هل ده متوفر؟ انت دمرت هذا الجيل تماما، والاجيال الصغيره دي لن يمكن السيطرة عليها غير بالأمل. فين الأمل يا فندم؟ إيه اللي بيمنح الأطفال؟ يعني أنت هتقول إحنا مشاريعنا كبيرة وعملنا، فين يا فندم؟ أنا ما شفتش. طيب تقول أنا عملنا الدلتا الجديدة 50,000 فدان والخضار موجود، فعلا موجود، بس أنا معيش فلوسه. تجار بيغلوا بمزاجهم، ودولة سايبانا وهم طحن يطحنوا فينا، غش في المواد الغذائية، غش في الأسعار، غش في الميزان، اديله ولا كمواطن معيش. يعني عمر الغلا ما كان هو الازمه. احنا ياما شفنا غلا قبل كده، وشفنا بس ما شفناش، يعني جيلي ما شافش الطبيعه البشعه الرهيبه المرعبه. ده في ناس يعني واحد اعلامي، ومش انا اللي عملته، ممثل باين اسمه اللي هو جلال ده، ياسر جلال، بيقول لك انا عايش ب 10 مليون وعلى قدي. طيب واحد زي في مذيع اسمه يوسف الحسيني، والله ما اعرف ده مذيع ليه ولا مذيع بأمارة ايه، يطلع يقول لك الصرصور خفيش وانا شعب فنجاني. ما انت ايه الادب؟ انت ما حدش علمك الادب. وعندنا اعلاميين وعندنا، طب ده اعلام؟ طب دي احزاب؟ طب دي جمعيات؟ طب دي مراكز شباب؟ طب دي اي حاجه؟ الله، ازاي نمتص غضب الناس وازماتها ونحولها، حول ازمات الشعب من غضب الى امل، الى حوار، الى تنفيذ، الى يبقى اعلام معبر، صحافه حره، يعني احزاب حقيقيه تعبر عن الناس، الى برلمان حقيقي يدي الناس امل، صوت الناس. الله، ما انا صوتي ساكت انا عشان في صوتي واصل، طب صوتي مش واصل، طب هيحصل غضب يا فندم. الازمات بدل ما تحول الى حوار سياسي وخلاف سياسي
اقتراحات سياسيه بتتحول الى غضب يا فندم، الغضب اخره يا فندم اخره انفجار. طب الانفجار ده مرعب؟ مرعب. انا شخصيا مرتعب، لان انا شايف التنظيم الوحيد القوي في الشارع، حتى الطبلجيه مش منظمين، حتى المنافقين والمعارضين مش منظمين، هم جماعه الاخوان السلفيين، هم اللي يقدروا يحشدوا في لحظه ويسيطروا على الشارع في لحظه. فانا بقولها كلام هذا واستغفر الله لي ولكم، والله غالب. وصل صوتك.